كنفكر في الهجرة ودي اخويا وبزاف. صراحه ما كنفكرش في الهجره، اش تقدر تمشي ليهم ما تصوفيش. كنفكروا نهاجروا، هذاك حلم اي شاب مغربي غيهاجر باغي يخوي هذه البلاد. كنفكر في الهجرة ودي اخويا وبزاف. والسبب علاش؟ السبب علاش البطالة في هذه البلاد ودي اخويا، الشوماج. كتشوف مضيع من حياتك 100 سنين ديال الصنعة، تعلمتها ميكانيكا وكتقلب على خدمة ما كتلقاهاش في هذه البلاد. السبب الوحيد والمقنع باش غتقاد مستقبل ودي اخويا الهجرة. غتمشي غتضمن مستقبلك في هذه البلاد. هذه البلاد خويا ما فيهاش المستقبل. كتشوف 22 عام ما درنا والو ودي اخويا، باقيين ضايعين في هذه البلاد. حتى حنا راه بينا نخدموا، بينا نديروا مستقبل، بينا نديروا وليدات، ونغالب الله خويا في هذه البلاد. الله يسهل علينا والله يسهل على الجميع ودي اخويا. واش كتفكر تهاجر؟ كنفكروا نهاجروا، هذاك حلم اي شاب مغربي غيهاجر باغي يخوي هذه البلاد. الاسباب علاش اللي كتخلي الشباب يهاجروا مني انا وجبت من البطاله. حنا خدامين طابله 100 درهم النهار ما كافياكش باش تخلص بها الضو، تخلص بها الدري اللي خدام معاك. والدوله هما اللي ما مساعداش لان تعاون المشاريع الشبابيه، دعمهم تخليهم يخدموا، يحبوا هذه البلاد يخدموا، وهذا الشيء اللي كاين. انت كشاب واش كتفكر في الهجره؟ صراحه ما كنفكرش في الهجره، كيكونوا بزاف الاسباب اللي كيخليو الدراري يهاجروا من هنايا، هو قله الخدمه والبطاله وشحال من حاجه. انت كشاب علاش كتفكر انك تبقى ما تهاجرش؟ بغيت نبقى حدا الوالدين ديالي وحدا الدراري صحابي، وكنشوف اللي راه المستقبل ديالك يقدر يكون هنا، اش تقدر تمشي ليهم ما تصوفيش.